التي قامت أو المذابح التي قامت هناك حول الحرس الجمهوري وحول المنصة وفي الإسكندرية وفي المنصورة وفي غيرها من المحافظات. الذي قام بهذه المذابح هو النظام الحاكم، النظام العسكري الذي فرض نفسه على المصريين ونقض عهد الله من بعد ميثاقه وقطع ما أمر الله به أن يوصل. هذا النظام الذي عزل الرئيس المصري الذي انتخبه المصريون بإرادتهم الحرة، عزله الفريق عبد الفتاح السيسي الذي رأيناه وسمعناه بأعيننا وآذاننا، يعني يقول أمامه القسم الذي يقسم فيه أنه سيطيع ويعمل بكل ما يأمره هذا الرئيس. خلع هذا الرئيس ونقض الميثاق الذي صنعه المسلمون المصريون، الدستور الذي اختاره 64% من الشعب المصري، وكذلك نقض مجلس الشورى وفرض نفسه على هذا البلد. وقلنا من أول يوم إن هذا حكم لا بقاء له، لا شرعا ولا واقعا، لأن مصر منذ قامت بثورتها في 25 يناير 2011 وانتصرت هذه الثورة وأقامت النظام الديمقراطي، لا ترضى بأن تعزل هذا النظام بعد 60 سنة حكمها العسكريون في مصر. وصلت إلى هذا النظام بعد سنة حكم فيها محمد مرسي، يعزل هذا النظام وينقض. هذا ما لا تقبله مصر أبدا. ولكن هذا النظام العسكري فرض نفسه بالقوة على المصريين، ولا زال يهدد هذه الاعتصامات الهائلة التي جمعت الملايين، حقيقة ملايين لم تثبت 6 ساعات في ميدان التحرير كما فعلوا في 30 يونيو، ولكنها ظلت 45 يوما مصرة على عهدها، مصرة على أن تعيد الأمور كما كانت. ولكن هذا النظام المستكبر في الأرض، المتجبر على خلق الله، الظالم للناس، أبى إلا أن يقتل المصريين مرة أخرى، ولكن بعدد أكبر وبقوة أعظم. جمع الجيش والشرطة والقناصة والطائرات من فوق ليقتل المصريين في ميدان النهضة بالجيزة وفي ميدان رابعة العدوية، يقتل بشراسة. هذا الذي ترك الإسرائيليين يدخلون مصر ويقتلون المصريين ولم يسعى إلى ردهم، قتل هؤلاء المصريين بالمئات وجرح بالآلاف، ولا يعرف أحد بالضبط كم قتل من المصريين، لأن القتلى لا يعرفون، وقتل ببشاعة، قتل بالرصاص الحي، وقتل عن طريق القناصة، وقتل عن طريق الطائرات، كأن هؤلاء ليسوا مصريين. هؤلاء الذين ارتكبوا هذه المجازر لا بد أن يجزيهم الله بما عملوا،
هذه مجازر فظيعة، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، مسلم واحد. فكيف من قتل المئات؟ بعض الناس يقولون لا ندري هي مئات أو آلاف لأنها لم تحصى. فماذا يقول هؤلاء الناس؟ قتلوا هؤلاء. ولذلك أدعو المصريين لكي يكفوا أمام هذه المقاتل والمجازر الهائلة في إخوانهم المصريين. هذا ليس قتلا للإخوان المسلمين وحدهم، إن الذين اجتمعوا الآن في ميدان ربعة وفي ميدان النهضة وفي ميادين عدة في سائر محافظات مصر وفي القاهرة والإسكندرية وفي صحراء سيناء والصحراء الغربية وفي القرى والمدن والأرياف من كل الفئات، هؤلاء قتلوا المصريين جميعا. وأنا أدعو كل المصريين، كل مصري يؤمن بالله واليوم الآخر مسلما كان أو مسيحيا، وأدعو كل مصري رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن منهاجا وبمحمد نبيا ورسولا. أدعو كل علماء الأزهر وهم بمئات الألوف، أدعو إخواني هؤلاء الذين قتل منهم حوالي 50 شخصا من علماء الأزهر وعلماء الأوقاف. أدعو علماء الأزهر وأدعو رجال النقابات، الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين والصحفيين والمعلمين والعلميين والزراعيين وكل الطوائف، وأدعو العمال والفلاحين، أدعو كل المصريين، أدعو كل العائلات المصرية أن تخرج من بيوتها. حرام عليهم أن يبقوا في البيوت هذا اليوم، لابد أن يخرجوا خصوصا بعد العصر، يخرجوا إلى الشوارع، ينضمون إلى إخوانهم. كلهم عليهم هذا، كل واحد عليه أن يخرج مع زوجته وأولاده وبناته وأحفاده. ومن كان لا يقدر من الآباء الكبار والأمهات العجائز فليأمر أولاده وأحفاده ليخرجوا. على الجميع أن يخرجوا، لن يموت أحد منهم قبل أجله. الأعمار أيام معدودة وأنفاس محدودة، لا يستطيع أحد أن يقدم أجل أحد، لا يوما ولا ساعة ولا دقيقة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أدعوهم جميعا أن يخرجوا ليكثروا إخوانهم، هم يؤيدونهم، رأيتهم يؤيدون من يمشون في الطرقات. لا يكفي هذا، انزلوا في الشوارع، أروا هؤلاء العسكريين أنكم مع إخوانكم. لا يجوز لأحد أن يتردد بعد اليوم، فرض عين على كل مصري قادر يؤمن بالله وبرسالاته أن يخرج من بيته. نريد الجميع أن يخرجوا ليروا الناس أنهم غير راضين عما يجري، غير راضين عن قتل الأنفس وإزهاق الأرواح بالمئات وبالآلاف، إسالة الدماء كأن الناس صراصير أو فئران. هؤلاء أنفس بشرية محترمة لا يجوز لأحد أن يقتلها. الذين هنأوا الجنود بما فعلوه، وهنأوا وزير الداخلية وهنأ من فعل ذلك، إنما ينبغي أن يعزوهم. إنما ارتكبوا مجازر لن يغفرها الله لهم، ولن يغفرها المصريون لهم، ولن يغفرها التاريخ لهم. هذه نقطة سوداء في هذا العهد. السيسي والببلاوي وعبد منصور وعدلي منصور
البرادعي وكل هؤلاء كلهم مشتركون في هذه الجريمة. من لم يتحرر منها ويستقل مما هو فيه سيسأله الله تعالى وسيسأله الشعب. أنا أدعو المصريين كل المصريين أن يخرجوا للتنديد بهذه الجريمة الكبرى التي لم يحدث مثلها في تاريخ مصر، لا في العهد الفرعوني ولا في العهد الهكسوسي ولا في العهد الروماني ولا في العهد الفارسي ولا في العهود الحديثة ولا في عهود المماليك. لم يحدث مثل هذه المجازر الهائلة التي تراق فيها دماء المصريين. أنا أدعو الجامعة العربية وأدعو منظمة التعاون الإسلامي وأدعو الاتحاد الإفريقي وأدعو هيئة الأمم المتحدة وأدعو مجلس الأمن وأدعو كل هيئة في العالم قادرة على أن تقف مع الحق وعلى أن تبطل الباطل، أن تنادي هؤلاء الجزارين أن يكفوا عن إراقة دماء المصريين. وأدعو العرب والمسلمين في أنحاء العالم كما أدعو المصريين جميع المصريين في يوم الجمعة القادم في 16 أغسطس، أدعوهم أن يجعلوه يوم غضب على هذه المجازر. كل المصريين وكل العرب وكل المسلمين في أنحاء العالم أناديهم باسمي وباسم الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أن يخرجوا للتعبير عن غضبهم. هذا هو شأن الأمة المسلمة، وهي أمة واحدة كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يا أيها الإخوة في مصر، يا أبناء مصر الأحرار الشرفاء، أناديكم جميعا وأنادي أبناء الأزهر الحر، الأزهر الشريف، أناديهم جميعا وأنادي كل المصريين وكل العرب والمسلمين أن يقفوا ضد هذا الخطر. والله سبحانه وتعالى يسجل كل شيء ويرصد كل شيء، لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية. أدعو الجميع أن يدعو الله على هؤلاء الظالمين أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أن يدعو الله على هؤلاء أن ينتقم منهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يعيد سهامهم إلى صدورهم، وأن يحرر إخواننا الذين قاموا لله لا لدنيا ولا لجاه ولا لمال، وإنما قاموا يطلبون الحرية، يطلبون الديمقراطية، يطلبون العدالة الاجتماعية، يطلبون لأبناء بلدهم مصر العزيزة الحرة الشريفة، يطلبون لهم الخير والحرية والرفاهية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم وأن يحفظهم من كل سوء وأن يأخذ الظالمين أخذا أليما شديدا، إنه سريع الحساب شديد العقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.